السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بعيد الأضحى متهنيين ومكملين مع بعض سلسلة أكلات لعيد الأضحى. بصوا بقى، الأكل اللي فات كوم والأكلة دي كوم تاني. دي الأكلة العشق يا بنات، فعلا بحبها جدا. ممكن لو صينية الوحوش مش موجودة دي تسد معانا في الفطار بتاع عيد الأضحى، في غدا عيد الأضحى، في عشاء عيد الأضحى، في سحور، بصوا هي على طول معانا في أي وقت. والبنات العرايس الأمارات الجداد اللي ملهمش في وقفة المطبخ، دي هتبقى أكلة سهلة وجميلة وبسيطة. وكمان بسيطة هو في حاجة في اللحمة بسيطة؟ معلش بقى، ما هي بس عشان انا بحبها قوي فبحب اديها حقها. يلا باشا، ان احنا مستعجلين. بصي يا امارات، هاتي اي قطعيه من لحمه حضرتك تحبيها، اي قطعيه، انا مش هقول لك بقى فخده، موزه، اي لحمه تبقى عندك، قطعيها مكعبات. وهاتي لي حضرتك حله كده وانزلي بيها بمعلقه سمنه بلدي. معلش، هي لازم السمنه البلدي. وبعد كده انزلي باللحمه اللي حضرتك قطعتيها مكعبات، اديها صدمه. قلبي تقلبتين مع رشه من الفلفل الاسود وورقتين كده من اللورو لو موجودين، يعني ورق لورو لو موجود، مش موجود يكفي الفلفل الاسود والملح فقط لا غير. قلبي. بعد كده بنزل بميه مغليه، خلي الكاتل او البراد بيغلي عند حضرتك وانزلي بالميه المغليه. بعد كده بتسيبيها، يعني شقشاق. يعني ايه شقشاق الكلام الغريب ده يا رودي؟ يعني انزلي مثلا بكوبايه من الميه المغليه، سيبيها تتشرب وتاخد وتدي بشكل ودي. وبعد كده انزلي بكوبايه تانية من الميه، لو على حسب نوع اللحمه اللي عند حضرتك. بعد خلاص تنشف خالص. اقعدي بقى، هاتي بقى معلقه سمن بلدي تاني يا سيدي، بقى معلقه السمن البلدي، واقعدي كده شوحي فيها وحمري فيها، ورشه فلفل اسود. واقول لكم حته تركايه بتمنى يا بنات تجربوها بجد: ليمونه. ليمونه يا رودي، عشان خاطر جربوا الليمونه. خلاص هنطفي على الحله بعد ما اديت اللون الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده. انزلي بقى بعصره الليمونه دي، ليمونه كامله انزلي بيها. انا عملت كيلو ونص كده، الكيلو بياخد ليمونه، ما تزوديش عن ليمونه. وبس بتطلع بالقمر اللي حضراتكم شايفينه ده. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.